السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد مع ابتسام بنت الكولونيل. ما هو الجديد في الأمر يا ترى؟ الجديد هو أنهم جاو شي شهود وشهدوا في القضية، وهذا الشي كامل غادي نعرفوه بالتفاصيل من عند ابتسام بنت الكولونيل وهي كتحكي هذا الشي براسها. وقبل ما نبدا الفيديو متنساش دير مشترك في القناة وتفعل على الاشتراك باش توصل كل جديد، ويلا بينا. الشهود الادلاء بالشهاده ديالهم امام السيد قاضي التحقيق، وطلعنا انا والاستاذه زين الخيار والعم ديالي لعند السيد الوكيل العام انتداب الفرقه الوطنيه ان شاء الله باش تدخل على الخط ديال طارق الملكي. شنو جديد الجديد في القضيه هو انه تقدموا بعض الشهود اللي ان شاء الله منهم كاين اللي غيتقدم غدا، كاين اللي غيتقدم ان شاء الله النهار اللي بعد. شنو القضيه ديال الصلح؟ لا الا صح اللي كان غيكون يعني لا ما كانش صح صراحة. الأخت ابتسام برافو عليها لأنها وقفات وقفة رجل. علاش؟ لأن باش تعرف الحقيقة ديال الوفاة ديال الأب ديالها راه ماشي سهلة، وسنين وهي طالعة وهابطة وكتقاتل باش تعرف الحقيقة، يعني راه صراحة برافو عليها. غنصالح مع حد. كانت شي حاجه بحال هكا؟ كانت غادي. ممكن تشرحي لنا شنو طرا؟ اتصل بيا شي حد من العائله ديال الام ديالي وطلب مني الصلح ما بغيتش الصلح، ومن بعد داك الصلح راه ولا استفزازات وتهديد غير مبرر. كان الصلح، ولكن مني ما قبلوا الصلح يعني ولات الاستفزازات، ولات الامور اللي ماشي هي ديك. علاش؟ حيت ما قبلوا الصلح، ومن حقها ما تقبلش، لان القضيه دي ضحات عليها بزاف ديال الوقت اللي ضيعت عليها ومسؤوليه، وطلع وهبط حتى الاخر ويكون الصلح. كي دايره الصلح غادي يكون مباشر. تحول شحال من حاجه من لانك رفضتي بعد ما رفضتي. من بعد ما رفضت. كانت عروض مغريه يعني، وهذا الشيء في الاول كاع في الاول سمعنا شي تدخل من طرف اخ ديال ماماك مع العم مع الاخ القانوني. شنو الحوار هذا؟ شنو نحتاج دابا؟ ولات القضيه غاديه وكتحمد. اشنو اللي يوقع دابا؟ ولات القضيه ولا الخال والعم. هاد الخال والعم ولاو دابا هما بيناتهم كيكون نقاشات. انت واحد كيدافع على خوه، والاخر كيدافع على اختو. انا تكون هنا قضيه اخرى عاوتاني ديال انت مع العلم ان داكشي كامل غادي يقدروا يقولوا الا ما كانوش فيه الادله وما كانوش شي حاجه اللي هي ثابته، راه والو، غير هضره خاويه. شافوا المغاربه داكشي كامل شافوا. واش كاين شي شهود اخرين اللي غادي كاين شهود اخرين اللي غادي يتقدموا، كاين باقي شي 5 ولا 6. شنو الراي ديالك في الخرجات الاعلاميه ديال الخال وديال الاخت ديالك وديال الام ديالك؟ واللي دابا عند الله، اللي بغى يقول شي حاجه ولا يكذب من الله زعما، حيت ما كاينش برا ميت غيدافع على راسو، بغى يقول شي حاجه من الله. البارح شفنا واحد التصريح ديال الخال ديالك اللي كيتهمكم باللي تكلمتوا على الخيانه ديال الام ديالك. يقول لي بغا انا ما نهضرش دابا، حتى يسالي الفيلم ان شاء الله عاد تكون ما نهضرش. احسن حاجه، لان ما خصهاش تهضر دابا. تقدر تهضر فاش يكون كلشي محطوط وكلشي على المسطره وكلشي عند القانون وكلشي واضح وناضي. ديك الساعه كتهضر بكل باش نجاوب. نعم، الادله اللي عندكم تيقن فيها لهذه الدرجه؟ راكم ما كناش شايقين فيها لهذه الدرجه، ما تلقانيش انا خارجه مع هذيك. وما كانش ماشي المحاميه الاستاذه زين الخير مشكوره من هذا المنبر، راه ماشي اي محاميه، ما كانتش غترافع عليا بفراغ. عليكم ولدي، كنشكركم من هذا المنبر، لأن كنت السلطه كتمثل واحد السلطه الرابعه هي اللي كتبان العلنيه، هي كتوصل الراي العام لجميع الميتات وجميع الاخبار اللي كتخرج في المغرب، سواء على الصعيد المغربي او على الصعيد الخارجي. كما انني كنشكر الراي العام المغربي اللي كيستند ابتسام في كله، كنشكرهم جزيلا، لان الشعب اللي كيبغي الحق، لكل شيء الشعب كيبغي الحق، كيبغي الحق خاصه. الحمد لله. راه الحق الا ما كانش الحق راه والو، لان باش كتشوف الامور بحال ما هكا يعني تمشي شي حاجه غير هباء منثورا بلا ما يتخاد الحق، راه
كل قضية شوية. ما دام انا اليوم كنت عند السيد قاضي التحقيق كنت ساعد الخدمه ديال الكولونيل، فعلا السيد قاضي اكد لي بانه سيدي في ابحاث دقيقه، ابحاث اللي تجندها هو وكيل العام الملك والشرطه وكل شيء، لان هذه السيده ماشي سيد كما كنشوف بعض المنابر كيقولوا تيخسر اخلاقه. راه ما يمكنش يكون كولونيل، لا يعقل يكون كولونيل، لا يعقل يكون كولونيل بهذا الحجم اللي كنهضروا عليه. حنا ما كنهضروش على الاخلاق ديال شي واحد، ما كنهضروش على شي واحد من الاشخاص نضربوا في اعراضهم، نهضروا على جريمه قتل بشعه، جريمه قتل اللي هزات دابا الراي المغربي وتقريبا خارجي والداخلي وعلى الصعيد العالمي، لان القضيه ديال كولونيل اللي صفاوها لي في 2018 لا يعقل تقنن الميثات هذه الدرجه. كنبقاو تنتقاتلوا الميثات قديمه، ما بانش حق ديال الناس مقصورين، ما كاينش حق ديالهم. اذا بزاف انا عندي بزاف دليل على انني كيقول لي ملي كتجي شي حاجه سبقتي فلانه وانا ما بانش الحق ديالي. اذا حنا ما كاينش اليوم حنا كمحامين، المحامي انا كندير كل شيء، الا ان خاص كل واحد يربط المسؤوليه بالمحاسبه وكل واحد مسؤول على شي حاجه يديرها. صحيح، لان راه كلشي عنده مسؤوليه وكلشي كيخص الناس داكشي يتخذ بالقوانين اللازمه والصارمه ديال الموضوع اللي كيتكلموا فيه واللي كيبحثوا عليه واللي يقلبوا فيه. طيب اليوم واش كانوا شهود اللي دخلتوا ولا شنو دخلتوا؟ لا ما دخلناش، قلنا ملتمسات وتواصلت مع قاضي التحقيق فيما يخص بعض الامور اللي هي سريه، وفعلا غدا غيجيو شي شهود وغادي نجيو نديرو شي غدا شي ملتمسات. السيد قاضي التحقيق اللي كنشكر من هذا المنبر اللي عنده واحد الصدر رحب، اللي هو كنعرفوا النزاهه ديالو، اللي هو كيمشي عنده واحد الثقافه معينه، اللي ما باقيش شاب هو قاضي التحقيق، عنده واحد الثقافه معينه، عنده كيعرف كيفاش كيجيري هذا التحقيق، لان ماشي سهله. لان مثلا الشرطه كيكمل داكشي اللي مدير الشرطه كتسول كيفاش علاش التحقيق تيبقى فيه عام ونهار التحقيق، لان الملف من 2021 والتحقيق كاين القتل عدم ضد موجود، ولكن ملي ناضت ابتسام ودارت هذه الضجه اللي عرفها المغاربه كاملين والضاربين معاه، فعلا ناضوا تجندوا كلهم من الملف وباش يفعلوا الملف كله، وغيفعلوا جميع الاليات اللي كتعلق بهذا الملف اللي انا كنعتبر الوكيل العام تيعتبره ان كل مقصور، الا انهم غيعرفوا كل واحد مرض، كل واحد دار يده من بعيد ولا قريب في هذا الملف ديال الكورونا، يكون ينتظر بان غادي ينتظروا ما ينتظروه، لان الحقيقه ما غيتظلم حتى واحد، لان الحقيقه غادي تبان عاجلا ام اجلا. وفعلا ما خص حتى شي واحد يفلت من هاد الامور اللي هي بحال ما هكا اي واحد من قريب او من بعيد ودار وكان سبب شي حاجه من الحوايج اللي يوقعوا لاي واحد كما بغى يكون، بغض النظر على كيما بغى يكون النوع ديالو، الا هو خصو يتحاسب ويتعاقب على داكشي اللي دار، لان ما يمكنش، لان دايره ارواح، هذا راه روح ديال المؤمن وديال المسلم، وانا راه ما سهلاش. الحقيقه غتبان، لان ما يمكنش نضربوا حتى واحد. حنا كنطالبوا بتحقيق العداله ورد المسؤوليه بالمحاسبه، اللي هو خطاب الاخيره كل صاحب الجلاله، رد المسؤوليه بالمحاسبه باش كل واحد يدير خدمته، حتى واحد فوق القانون. كيف ما كتقول لهم الناس كبار، شكون هما الناس كبار، شكون هما الناس، حتى واحد ما كبير، اي واحد دار يده في هذا الملف من قريب ومن بعيد يكون عارف راسه بانه معرض للمحاسبه. وكنقول من هذا المنبر بان اول حاجه الهواتف المقاله ديالو فين هما، هذاك غنجيبوا الشهود اللي ما كانش واخد كونجي، لان جابوا من الدار دوك ديالو ديال البوليس الراديوات. اذا هنا عندنا شكوك خطيره فيما يخص العقد اللي داير بينه وبين الشرطي ديال السياره، واللي فيه جي بي اس، داك جي بي اس مهرس. غنعرف واحد ماشي غادي يهضر قاضي التحقيق ولا اي واحد ولا انا ولا حتى واحد، ما يمكنش يجي نتهم شي واحد انت درتي وانت درتي. اللي غيتهم هذا الشيء اللي غادي يبين الحقيقه هما الخبرات العلميه. صافي، الخبرات العلميه هما اللي كيتخذوا القرار وكينعتوا لك باللي هذاك دار هذاك ما دارش. يعني القضيه راه غاديه وهي قريبه في نفس الوقت، غاديه وقريبه في نفس الوقت. الله يبين الحقيقه في اقرب وقت. واحد ما يتصور راسه شي حاجه تكون الحقيقه بدون خبرات علميه وتقنيه. استاذ بالنسبه للخرجه الاعلاميه ديال خالد ابتسام، بالنسبه للخرجه الاعلاميه ديال خالد ابتسام قلنا لي البارح
حنا ابتسام ما دار حتى حاجه، ابتسام كتطالب بشكون اللي خصك باها، لان الوالده ديالها اللي قالت لها قتل باك مقتول، وان عندها قالت لها بان الناس كبار سابين ما تقدرش على دمير، فانا ابتسام تطالب بتحقيق عداله، ما كتهم حتى شي واحد. علاش هذوك الناس ما يقدر لكن هذيك الام ديالها راه امها، هذوك راه خوالها، هذوك راه خواتاتها، علاش ابتسام وحده كطالب بتحقيق العداله؟ دابا هذا هو اللي مبغاش يدخل لينا هاد صراحة. دابا هاد القضية دي هي اللي كتبقى لي أنا منين يعني حنا خوت بواحد العدد ومات الأب، علاش بالضبط واحد اللي خصو يخرج، واحد اللي خارج وكيتقاتل باش يتبان الحقيقة، والآخرين ناعسين؟ علاش زعما ما الفئة ديال الأب خارجة كتقلب وكتعاون مع ابتسام، ولكن الفئة ديال الأم ما زايد نقص؟ علاش زعما ما فهمتش. علاش من المانع باش يضموا يديهم وليد ابتسام ويتمثلوا كمطالب بالحق المدني حتى هما يقلبوا على الحقيقه ديال الاقتصاد ديال كولومبيا، هذه هي الحقيقه. انتم عندكم دلائل قويه اللي قدمتوها والتماسات اللي كتقدموا؟ عندهم دلائل قويه وباينه قويه، العماره باينه ليه، المحضر كله ديال حادثه ماشي حادثه، محضر مفبرك. نعم. بالنسبه للتصريحات ديال الام ديال ابتسام، واش خرجت بشي حاجه تواصلت معكم؟ ما نقدرش نقول لك هذا شي حوايج دازت سريه واش ما ازق قلبي شي حوايج، ولكن الحقيقه غتبان. حشوم هذاك المرحوم قول الله يرحمه ويوسع عليه، ذاك السيد اللي ادى واحد الامانه خطيره بالنسبه للبلاد ديالو، اللي مات شهيدا، ماشي مات مغدور، مات شهيدا، وان شاء الله الحقيقه ديالو غتخاد ماشي غير بابتسام، غتخاد في حق الشعب المغربي، لان الشرطه والدرك والامن والنيابه العامه والقضاء هو اللي كيحمي المغاربه. صحيح. اي واحد تبس هاد الناس ولا اي مغربي تبس خاصه تبان الحقيقه ديالها. صراحة صحيح، هذا هو كلام معقول. يعني ما حد الأمن ندير خدمته، راه قال هذاك ما كاين لا خوف لا والو. ما حد الأمن ندير خدمته، كونوا هانين. الله يرحمنا ويرحم جميع أموات المسلمين في أرض الوطن وفي خارجها، وفي غزة وفي فلسطين وفي أنحاء العالم. لا يفرج على إخواننا هناك وهناك. وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو، نشوفكم إن شاء الله فيديو آخر جديد، والسلام عليكم.